معانا في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين. الأول موضوع الحلقة إن شاء الله عن عمل عصير الخروب. أول حاجة معانا المكونات: خروب مجروش ومية وسكر. خروب مجروش شبه اللي في الصورة. طريقة: هنعمل الكراميل. ازاي الكراميل؟ هنحط نص كوباية سكر على النار ونسيبها لحد ما تسيح وتدي لون الكراميل. طبعا ده هنشوف في الفيديو دلوقتي زي ما هو قدامكم على الفيديو كده. احنا بدأنا نحط السكر اهو، نحط نص كوباية السكر، وبعد كده بيبدأ السكر يبدأ يسيح خالص على النار لحد ما يدي اللون الكراميل اللي هو اللون البني. وممكن لازم نقلبه شوية كده عشان يبدأ يسيح أسرع شوية. طبعا زي ما هو قدامكم عطى اللون البني. بعد كده هنحط الخروب مع الكراميل ونبدأ نخلطهم مع بعض واحدة واحدة. تمام. بعد كده نيجي حاطط المية على الخروب على طول، وهنسيبه لحد ما يغلي. طبعا هنشوف الفيديو. بعد كده هنسيبه لحد ما يبرد خالص، يعني بعد ما يغلي هنسيبه لحد ما يبرد ونحطه في الخلاط ونحط عليه بقى السكر. نبدأ نزود عليه شوية مية، نبدأ نضربه في الخلاط. طبعا ده شكل الخروب بعد ما ضربناه في الخلاط. ده طبعا احنا حطينا الخروب مع الكراميل بعد ما ساح. هنبدأ نقلب طبعا مع بعض، نخلطهم مع بعض. تمام. هنسيبهم لحد ما يتخلطوا خالص، وبعد كده هنيجي حاطين المية عليها، كوباية مية عليها او مية لحد ما تغطي الخروب خالص. تمام. هنبدأ نحط المية. ده طبعا الخروب بعد ما غليناه. طبعا بعد ما عرفنا طريقة عمل عصير الخروب لازم نعرف فوائد الخروب. فوائد الخروب هي: اول حاجة بيحسن الهضم، بيخفض مستوى الكوليسترول في الدم، بيستخدم لعلاج الاسهال، بيقي من سرطان الرئة، بيساعد في علاج السعال والانفلونزا، بيساعد على التغلب على فقر الدم عشان فيه نسبة حديد، علاج مضاد لهشاشة العظام، وبيمسح الصوت والحلق. ولذلك ان الناس الفنانين بياكلوه قبل ما يسجلوا. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وانتظرونا في حلقة جديدة ان شاء الله.